بعد هدفين على نادي القاسم والحدود خلال هذا الموسم. يعني محمود خليل لم يشترك كثيرا كأساسي مع تشكيل فريق نادي القرمة. هذا جون أوكلي واحد من بدلاء فريق نادي القرمة، ممكن الأون والحارس بعد ذلك، وهدف هدف 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 لنادي القرمة يوسف أومارو، هدف 11 يوسف أومارو، وهدف نادي القرمة الأول في مرمى الكهرباء. هدف 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 لنادي القرمة في مرمى الكهرباء عن طريق اللاعب من النيجر هذا يوسف أومارو، الهداف لنادي القرمة خلال هذا الموسم ب 11 هدف الآن، مع هدف اللي سجل الآن. لاحظ الإعادة مرت على محمود خليل ويتابعها يوسف أومارو ويسجل هدف أول لصالح نادي القرمة. 4 أهداف من خلال الشوط الثاني. يعني الشوط الأول انتهى بدون أهداف. لاحظ التمريرة من محمد عدنان دوحي، وبعد ذلك تهيأت من محمود خليل يتابعها يوسف أومارو ويضعها في المرمى ليسجل هدف أول لصالح نادي القرمة. 3-1 أصبحت النتيجة الآن. شوط ثاني مختلف، شوط ثاني جميل، شوط ثاني أداء ونتيجة تغيرت تماما عن الشوط الأول اللي كان شوط أول رتيب وأغلب الكرات كانت محصورة في منتصف الملعب. لكن الشوط الثاني شاهدنا القدرة الهجومية لفريق الكهرباء، ويأتي الرد